صباح الخير على الشباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير وصحة. عجبتني عبارة قلت خلينا نقول لكم اياها. قالها كارلو انشيلوتي مدرب الريال، نقلا عن منو؟ عن كريستيانو رونالدو. يقول كريستيانو رونالدو اعظم لاعب شفته بحياتي. ليش؟ يقول كان دائما يردد عبارة ان كثرة الماء تقتل النبتة، النبتة تموت اذا تسقيها واي، في اشارة الى انه يا مدرب مالتنا لا تجاملني هواية، لأن من تجاملني هواية تعطيني أكبر من حجمي أنا راح أنتهي، يعني راح أفقد قدرتي. وهي هاي عبارة يا شباب تستحق التأمل، تستحق أن نوقف عندها، لأنه تحمل معاني هواية وعدة تفسيرات أيضا. القصد يعني دائما المبالغة بالأشياء، يقول لك دائما تجيب نتائج عكسية، يقول لك ما زاد حده انقلب ضده. فمن تاكل هواي راح تأذي نفسك، من تشرب مي هواي راح تأذي نفسك، من تمشي هواي راح تأذي نفسك. دائما اكو حدود للمنطق، واكو حدود للعقل، واكو حدود للجسم، احنا لازم نوقف عندها. المبالغات ما تخدمنا يعني. من نتكبر حجم شخص ما، مثلا انت صادقت وادالك الرجل خدمه، لكن انت كبرته رفعته الى مصاف الانبياء، يعني هنا هاي بعدين تجيب عليك نتائج عكسيه، لان هذا الرجل قد ما يكون بهذا المستوى. الانسان مرات تطلع من عنده شغلات حلوه، يساعد، يجيب، يودي هذه، لكن رد الفعل انه مو احنا نصير له خدم او عبيد، يعني لانه مجرد قدم لنا خدمه او قدم لنا فائده معينه يعني. فلا تبالغ في تقييم الاخرين. نفس الحاله بالنسبه للناس مو اللي تعرفهم في حياتك الاخرين، يعني مثلا في مجال عملك، في مجال صداقاتك، في مجال عائلتك ايضا. هاي الامور يا شباب يعني اوقفوا عندها. المدارات زائدة عن الحد، يعني نفس الشيء مثلا في تربية الطفل، من تصرف بتدليل أيضا يخرب، ومن تصرف بإذلال أيضا يخرب. فدائما الموازنة مطلوبة بالحياة، أن نوازن بين الشر وبين الخير، وبين المي وبين الحار وبين البارد، وبين المي وبين النار مثل ما يقولون. الحياة موازنات يا شباب. كرة القدم من ضمن هاي العوالم اللي تنطبق عليه هذا الحكي، فلذلك اللاعبين يريدون يكونون مدللين وما يريدون واحد يحاسبهم، ما يدمرون اكبر فريق مثلا. فنفس الشيء بالحياة ايضا، الابناء المدللين اللي ما حد يحاسبهم يكونون وباء على اهلهم. شفنا مثلا عائلة صدام حسين مثلا، هاي نموذج شلون دمرت البلد ودمروا نفسهم يعني. فاذا يا شباب دائما خلي حدود بالعلاقات، حدود بالمساعدات، حدود. لا تكون دائما بنك مفتوح لهذا او ذاك في حالة انت امكانيتك المادية جيدة، ولا تكون سهل الاستثمار والاستغلال من قبل الاخرين. دائما خلي خط رجعة، دائما خلي حد معين يوقف الاخرين عنده، لان انت في حال راح تكون عرضة للاستغلال وعرضة للاساءة. هذول اللي يستغلوك واللي انت تساعدهم هم ما ملزمين بان يردوا لك هاي المساعدة. لا توقع بهذا الوهم وهذا الخطأ، فإسرافك وياهم مو صحيح. فدائما خلوا حدود لهاي المواضيع يعني. وحتى ويا العائلة نفس الحالة، هم يقول لك المرأة لا تدللها هواي، ترى تتمرد عليك زوجتك. يعني بالنسبة للرجال، والمرأة انت هم لا تدللي الرجل كلش. صح الرجالين يحبون الدلال بس مو كلش، لأن يقوم يدور دلال من مرة ثانية بعدين، خليهم يشتاق لك دائما. زين، هاي الحكمة يعني شيء حلو أنت تلاعب. يعني في وقته كان حتى ما صاير 30 سنة عمره يمتلك هاي الحكمة. يعني كمية التربية والتعليم اللي أخذها رونالدو غير ممتازة جدا، بحيث طلعته هذا التفكير الرائع يعني حقيقة. واللي يندر أن تلقاه عندنا هنا بهاي مناطقنا بصراحة أقول لكم إياها. فشباب لا تبالغون بالأشياء، لا تبالغون بالأشخاص، سواء من عائلتكم، سواء من أصدقائكم، سواء من معارفكم، لأن الدنيا دائما متقلبة. مثل هسه الجو، احنا هالايام هسه جونا ساعة حار ساعة بارد ساعة، فالبشر هم نفسه ساعة، كل ساعة برأي، كل ساعة بشكل، حسب مقتضيات الظروف وحسب مقتضيات المصلحة. شو تقضي؟
ايش تقتضي هذا تطلع من عنده، الإنسان يكون مثلها. فالحكم النهائي لا تنطون. فبالفعل كثرة المي تقتل النبتة، لأنه كثرة حسن الظن بالآخرين أيضا نتائجه مأساوية، يعني ما تكون نتائجه في صالحك. ولا أيضا كثرة سوء الظن مو صحيحة أيضا. دائما خلي خطوط رجعة، دائما خلي ثغرات، دائما خلي أفكار عكسية. بالوقت اللي تقول هذا الولد خوش ولد، قول خلي فد حيز من الشك وياه. هذا الشك هو إمكانية أنه يتغير هذا الإنسان، أنه تطرأ تغييرات على حياته، ظروف معينة حياته تخليه يتغير. هاي مسألة طبيعية يا شباب، لأن الحياة هي هاي متغيراتها تقصف بينا دائما، مو بدينا. يعني هاي أمور إحنا خارج سيطرتنا، خارج نطاقنا أصلا، خارج نطاق سيطرتنا أصلا. لا تغلف المقابل بغلاف حنان وبغلاف كرم وبغلاف أخوة هو ما يستحقها أحيانا، وأحيانا تكون أنت تقديراتك مخطئة. هذا غلط، لا توقع بهذا الخطأ. وإنما خلي الأمور هي يعني تمشي بشكل طبيعي، بحيث احسب حساب إنه أي شخص أنت تساعده وهذا إنه ما راح يرد لك هاي المساعدة. هنا راح تكون مرتاح جدا، مثل النبتة تسقيتها في سقية معينة تقول بعد ما خاف عليها هاي، يعني المي اللي عندها يكفيها كذا يوم، ماكو داعي أنا ساقيها كل ساعة. فهي نفس الحالة. هذا المثل مال رونالدو، إنه الإسراف غلط يا شباب. لا تقعون بخطيئة الإسراف. الإسراف ما يقودكم إلى نتيجة. المبالغة بتقدير الآخرين ما تقودك إلى نتيجة. دائما كون طبيعي بتقديراتك، اشكر اللي ساعدك، شكر حلو، شكرا يا أبا رحم الله والديك ساعدتني، بارك الله بيك، زين. بس أنت ما مجبر أن تكبر من شأنه وتسوي إمام عصره وزمانه، لا هذا مو صحيح. فهاي شوف حبت العبارة خلت كارلو أنشيلوتي يحب رونالدو. شوف يقول هذا متواضع، يقول هذا نجم ملياردير والدنيا كلها تطلع عليه، لكن شوف شلون التواضع مالته خلاني أنا كمدرب دائما أكون مرتاح بالتعامل وياه. فأنت بنفس الحالة، من تكون طبيعي ويا أصدقائك وتعاملهم بطريقة طبيعية، راح تشوفهم ناس رائعين بالتعامل وياك. من تبالغ بتقديرهم راح يستغلوك، راح تكون مادة للسخرية وللاستغلال. فانتبه على هذا الشيء. يعني انت ما مطلوب من عندك أن تبالغ بتقدير أشخاص يعني بدون أي داعي لهاي المبالغة. يعني ما مسألة طبيعية يعني يا شباب. حياة كل شيء فيها زين فيها زين فيها. فنتعلم يا شباب احنا من هاي الناس، ونتعلم من هاي العبارات الرائعة، وراح تنفعنا بحياتنا يعني. مو فأتمنى تكونون تستفيدون من هاي الحكمة يا شباب. شكرا جزيلا.